ابنك زنان وبيعيط كتير ودايما بيشبط في الحاجه وبيصمم رايه على الحاجه، الحل بسيط خالص الا وهو فنيه التجاهل. لان ببساطه خالص الطفل بيعتمد على الزن والالحاح الشديد عشان يزهقك فتنفذوا ليه طلبات، وفي كل مره الطفل هيزن فيها المره اللي بعد كده مده الزن والالحاح فيها بتزيد. لان ببساطه كل ما بتنفذي طلبات الطفل كل ما بتشجعيه وبتعرفيه ان اي حاجه انت عايزها لازم تزن عليها ولازم تعاند فيها. عشان كده الحل هو التجاهل، ان نتجاهل سلوكيات الطفل وتجاهل زن الطفل وتجاهل الحاح الطفل مره واثنين وثلاثه وعشره، هتلاقي الزن بدا يقل تدريجيا لحد ما يختفي خالص. لما تجاهل زن الطفل هيبطل زن ليه؟ وهيبطل الحاح ليه؟ لان ببساطه الزن والالحاح لقاهم مش جايبين نتيجه، ما بينفذوش طلبات الطفل، والعياط ما بقاش اسلوب تواصل خلاص. فتدريجيا الطفل هيبدل اسلوب الالحاح باسلوب تواصل تاني. كان في موقف مشهور جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ان رئيس الولايات المتحده الامريكيه الاسبق باراك اوباما كان واقف في سوبر ماركت، وواقف معاه اب وام ومعاهم طفله صغيره، وكانوا بيتكلموا، وكانت تقريبا الطفله الصغيره شبطانه في حاجه، عايزه حاجه في السوبر ماركت. الاب والام وباراك اوباما الثلاثه كانوا متجاهلين الطفل وما نفذوش ليها الطلبات بتاعتها، لدرجه ان الطفله رمت نفسها على الارض وقعدت تتدرمغ على الارض فتره طويله. مع استمرار تجاهل الثلاث شخصيات للطفله، الطفله تدريجيا قامت وقفت وسكتت لوحدها. ليه؟ بسبب فنيه التجاهل. لكن لو كان الاب والام احرجوا من الرئيس ونفذوا للبنت طلباتها كان زمان البنت فضلت تكرر السلوك ده كل مره. عشان كده دايما بنقول ما ينفعش تبقى طلبات الطفل كلها مجابه، ما ينفعش اي حاجه الطفل يزن عليها او يعيط عليها او يشبط عليها اجيبها له. لازم يبقى في تجاهل، لازم يبقى في صبر. تدريجيا الخاصيه دي في الطفل هتقل لوحدها. وشكرا.